انت تعرف ان البلوتوث اللي في تليفونك ده اللي انت النهارده ما بقتش تستخدمه بمنتهى البساطه وبدلته بحاجات كتير قوي كان موجود في تليفونك من سنه 1989 لما شركه اريكسون السويديه قررت انها تلاقي طريقه جديده تنقل بيها البيانات بشكل لاسلكي وفي نفس الوقت تكون ما تستهلكش طاقه وبطاريه كتير. فجاء 2 مهندسين قرروا ان هم يخترعوا تقنيه جديده بتستهلك موجات لاسلكيه ضعيفه وفي نفس الوقت بتغير التردد 1600 مره في الثانيه، وده اللي خلى شرط البلوتوث بعد كده ثابته وخلاها مستقره وما فيهاش تشويش. ولما سموا الاسم بلوتوث ما جاش كده من فراغ، لا الاسم كان ليه معنى وكان بيحمل معنى ملك اسكندنافي زي هالاند كده كان اسمه هارلند بلوتوث. نفس الفكره بالظبط، الراجل ده كان وحد بلاد في اسكندنافيا، فعشان كده قرروا ان هم يتيمنوا بيه ويقرروا ان هم يوحدوا الاجهزه ببعض بشكل لاسلكي. والشركات بقى قررت انها تتبنى الموضوع ده سنه 1999 واول الالفينات. شركات بقى زي نوكيا، موتوريلا، وانتل كلهم قرروا يستخدموا البلوتوث وقتها، وكان هو الترند بتاع بدايه الالفينات. تقدر تربط سماعاتك وتربط لو انت على كمبيوتر تربط الماوس والكيبورد بشكل لاسلكي. كان وقتها طفره رهيبه في عالم التكنولوجيا، ولحد النهارده ما تفتكرش ان البلوتوث مات. البلوتوث شكله اتغير من بدايه الالفينات لحد دلوقتي. بدل ما كان بتنقل بيه بيانات بقيت بتستخدم بيه سماعتك، بقيت بتستخدم بيه اللابتوب بتاعك، بقيت بتنقل بيه داتا بس بشكل مختلف شويه. وبس دي كانت قصه البلوتوث كده بسرعه. كان معاكم حازم تك فيو. ما تنساش لو عجب الفيديو تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب وتقول لنا في الكومنتات اول تليفون جبته كان فيه بلوتوث كان امتى. سلام.